على مستوى الجهه اليسرى ادم بوغازير محتفظ بالكره. بوغازير كيدخل داخل مستطيل العمليات. هذه محاوله، امكانيه تمرير، محاوله دائما، امكانيه تسديده، والهدف الاول، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه رامي لقماني. فرحه كبيره للجماهير المغربيه. رامي لقماني في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره للعناصر الوطنيه وللجماهير المغربيه الحاضره، وكذلك الطاقم التقني تحت قياده تياغو ايمانويل ليما بيريرا. المنتخب الوطني المغربي اذا يصل للمرمى ويصل لشباك الحارس مالك عمرو حسين. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال الجمهور المغربي. كذلك التمرير، لاحظوا ادم بوغازير تمكن من التمرير، دخل داخل مستطيل العمليات، يمرر داخل منطقه الجزاء. المتابعه ممتازه ديال ايليا الحديدي، يسدد كره ارضيه، وهنا المهاجم، هنا الهداف، هنا القناص، اللاعب رامي لقماني اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول في ذات. اذا داني الكره في العارضه، والهدف، هدف تعادل في ذات المنتخب المصري. هدف تعادل في ذات المنتخب المصري. دانيال تامر داني سدد الكرة بشكل جيد، الكرة تطمت بالعارضة. كانت المتابعة هدف أول، فرحة كبيرة للجماهير المصرية بهدف تعادل. لاحظوا الفرحة ديال المنتخب المصري بهذا تعديل من طرف لاعب داني. لاحظوا الكرة تطمت بالعارضة، كانت صعبة. انه كانت المتابعة ديال عادل علاء، وهدف تعادل في ذات المنتخب المصري. نتابع من جديد المتابعة ديال عادل علاء، تمكن يوضع الكرة في الشباك. علاء نتمنوا الهدف ما ياثرش على المنتخب المغربي وعلى العناصر الوطنيه. نذكر من هذا اول هدف اللي كيتلقاه المنتخب الوطني المغربي في شباك الحارس ادم معاش. لاحظوا انه رغم محاولة إبعاد الكرة، مروان بن طالب يسدد، محاولة، هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، اعتقد بواسطة عدنان بوجوفي اللي غير مسار الكرة في شباك الحارس مالك عمرو حسين. فرحة كبيرة لأكيد الأشبال وللعناصر الوطنية وللجماهير المغربية. هدف ثاني في الأنفاس الأخيرة من الجولة. سنتابع من جديد تسديدة مروان بن طالب ثم المتابعة. لاحظوا التغيير اتجاه الكرة وتغيير المسار، وبالتالي الكرة تعانق الشباك. هدف ثاني في ذات المنتخب الوطني المغربي. لاعب عدنان بوجوفي هو اللي لمس الكرة، بالتالي غير المسار ديالها. لا تنسوا لايك والمتابعة الإخوان، متابعة القناة لكي يصل لكم كل جديد. هذا فضلا وليس أمرا. شكرا للجميع.